السلام عليكم في رحلة سلام. آه، حلقة جديدة وهدف جديد بالنسبة لي وجلسة جديدة. أتمنى إنه اللي بيسمعني دلوقتي زي كل حلقة أنا بطلب إنك قدر المستطاع تركز معايا تماما، لأنه أنا بعتبر إن القعدة اللي بنقعدها مع بعض بتكون ما بيني أنا وإنت بس. وبحاول قدر الإمكان إني أبسط فيها الكلام وأبسط فيها أخلي طريقتي أبسط ما يمكن علشان توصل قدر الإمكان، ولكن لازم اللي قدامي يساعدني بإنه يكون مركز معايا. النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا في حياة أي إنسان، وهو أصل كل الأعمال اللي بيعملها الإنسان في حياته، وهو النية، المحرك الأساسي لأي فعل الإنسان بيقوم بيه في حياته. النية هو القصد، هو الهدف، هو المسعى اللي بسببه احنا كلنا بنتحرك. لما تبص على الناس اللي ماشية في الشارع، كل واحد رايح مشوار، وكل واحد في نيته هدف او في نيته شيء. وكان بالنسبة لي موضوع النية موضوع يعني عادي، بيمر عليا عادي ما بركزش قوي فيه. ولكن وقفت كتير لما سمعت انه في حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه انه بيمثل تلت الدين. تخيل انه تلت الدين بتاعك يتمثل في حديث واحد. فده يعني معقولة تلت الدين؟ ده كلمة كبيرة قوي. ايه الحديث اللي يسمى ان هو بيمثل ثلث الدين؟ لقيت انه الحديث ده هو انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فوقفت عند المعنى. طيب انا عارف ان الاعمال بالنيات، ازاي ده يبقى تلت الدين؟ ازاي يقال عن هذا الحديث انه تلت الدين؟ قالك انه كل اعمال الانسان تقييمها قدام ربنا مش بمظهرها، وان ظهرت بالشكل اللي انت تشوفه او تتخيله انه كويس، فهي لا تؤخذ بمظهرها، ولكن تؤخذ بالقصد او المقصد اللي لا يمكن ان حد يكتشفه غير الشخص نفسه وربنا. فقلت طيب يعني اكيد لما واحد يكون بيعمل عمل طيب اكيد يبقى قصده طيب. لقيت انه النية تنقسم لاربع اقسام. يعني الانسان في فعله في حياته عمله بينقسم لاربع اقسام. عمل سليم بنية سليمة، يعني واحد رايح يعمل شيء طيب، عمل الشيء الطيب ونيته فيه طيبة. وعمل غير طيب بنية سليمة، يعني واحد عايز يعمل خير ولكنه عمل اسلوب او حاجة عملها بطريقة مش كويسة. زي واحد مثلا سرق علشان يروح يبني جامع، فهذا العمل نيته فيه طيبة ولكن الفعل غير طيب. الامر الثالث عمل طيب بنية غير سليمة. والامر الرابع عمل غير سليم بنية غير سليمة. وطبعا انا ما كنتش يعني انا اللي انا بقوله ده انا نفسي وقفت قدامه فترة طويلة عشان افهمه. يعني ايه ان الاعمال بتنقسم لاربع اقسام، ويعني ايه انه عمل طيب بنية غير سليمة وعمل غير سليم بنية سليمة. فلقيت انه افعال الناس اللي في الدنيا تنقسم الى امرين: الشيء اللي بعمله وهدفي من الشيء اللي بعمله. وانه الدين بتاعنا معياره في العمل هو النية اساسا. فجيت اقول يعني ازاي يا جماعة واحد رايح يصلي هتقولي ممكن العمل يكون غير سليم،
ازاي ده؟ يعني الراجل رايح يصلي. اقول لك انه محرك الفعل، المحرك الاساسي للفعل هو قصد البني ادم. فاذا كان الظاهر شيء لكن الباطن هو الاساس، هو المقصد بتاع الانسان. واللي خلاني اخاف او اللي خلاني احس بانه لا ده الموضوع محتاج وقفه، انا عارف ان نيتي سليمه وعارف مش عارف ايه، انه النيه دي ناس كتير قوي بتغفل عنها وبيعملوا اعمال هم متخيلين انها نتيجتها خير ولكنها ما بتكونش نتيجتها خير، وبيقعوا في فعل من الاربع افعال اللي احنا قلنا عليهم، اما عمل طيب بنية طيبة، واما عمل طيب بنية غير طيبة، او عمل سيء بنية طيبة، او عمل سيء بنية سيئة، فيقع في واحد فيهم. لغاية لما كبرت وبدأت اشوف ناس يعني استغرب افعالهم. واحد بيعمل عمل خير، ولكن يعني مثلا واحد يجي يعمل نزل انتخابات فيقوم عضوية مجلس الشعب، فيقوم رايح ذبح بقى كام عجل ومش عارف ايه وبتاع، لعله يكون نيته سليمة، ولكن طب بعد ما يخلص وبعد ما ينتخبوا الناس يختفي. طب يا ابن الحلال، هو انت كده كنت بتعمل العمل ليه؟ اي نيتك فيه ايه؟ او واحد يقول انا عايز اعمل جامع، ابني مسجد، ولكن تلاقي اهم شيء عنده هو انه يتقال انه عمل مسجد، ويعمله ويبذل فيه مجهود كبير ويعمله رخام ومش عارف ايه، لكن لازم اليافطة مكتوب عليها اسمي. ايه ده؟ طب هل ده العمل ده نيتك فيه لله؟ علشان كده انه احيانا الانسان يتوه في موضوع النية، في القصد. ولما لما الانسان ما ياخدش باله من الموضوع ده، او يبدا الموضوع مع سرعه الحياه ودوشتها تعمل بعض الافعال لكن النيه تروح منك. بتعمل خير لكن النيه تروح منك، او تبدا يعني تهمل موضوع النيه، فيتحول العمل اللي انت عملته من عمل ليه اجر كبير جدا لعمل ما فيهوش اجر. علشان كده النية هي محل كل شيء، والإنسان اللي واخد باله وصاحي للنية بتاعته في أي فعل بيسوق الفعل في الاتجاه اللي نيته قصداه. فكل الأعمال اللي بتعملها لو أنت بدأتها بنية واضحة وسليمة، أنت هيوضح لك الطريق اللي أنت ماشي فيه. فإن قلت أنا نازل أعمل المشوار ده، ولكن عدت بينك وبين نفسك أنا نيتي في هذا المشوار أو في هذا الموضوع إن أنا أعمل 1 2 3، وضوح النية بينك وبين نفسك يخليك طريقك يوضح في أي فعل بتعمله، حتى لو كان بسيط جدا جدا. تربيتك لأولادك، مروحك لشغلك، مراعاة ربنا في شغلك، أفعالك اليومية البسيطة اللي بتعملها، كلامك مع صحابك، سفرك ومروحك ومجيك، وأي فعل من الأفعال نيتك لما بتكون واضحة فيه يتحول الموضوع إلى إنه يبقى القصد أو الهدف منه خالص لله عز وجل. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني في رحلة سلام. رجعنا تاني في رحلة سلام. أنا بالنسبة لي الموضوع ده غير لي خريطة حياتي. نيتك في أي شيء، نيتك في كل شيء بتعمله. وعلى فكرة أنا بتناول الموضوع وهقول لك كمان إيه تأثيره النفسي عليك. تأثير تغيير نيتك وتوضيح نيتك لنفسك، إيه تأثيرها على حالتك النفسية. لأنه أنت مش واخد بالك إنه النية مؤثرة تماما في إحباطك
والنية مؤثرة تماما في انك تكون مرتاح او متضايق، او حاسس انه طريقك مش باين ملامحه، او حاسس انك انت عارف انت رايح فين، لانه ده القصد، ده المقصد من اي شيء بتعمله في حياتك. احنا معانا تليفون. الو. الو. ايوه. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله تمام. احنا النهارده بنتكلم عن النية، فقبل ما تسأليني انا هسألك، هل يعني انتي نيتك في حياتك واضحة بالنسبة لك؟ اه، في حاجات بتبقى واضحة وفي حاجات لا. طيب ايه اللي ممكن ما يبقاش واضح؟ يعني ايه اللي بتعمليه ممكن ما يبقاش واضح لك النية منه؟ في حاجات كتيرة لما ببقى نيتي في حاجة اعملها مثلا انا حباها، بحس ان هي بالنسبة لي مش واضحة، او ما ببقاش متفائلة لو انا حاسة ان انا نيتي في حاجة، بس ما انا نفسي ما بكملهاش. مم. يعني ببقى بيجيلي تهيؤات، او بمعنى اصح بهيأ لنفسي ان هي لا مش هتتم. بتهيئي نفسك انها مش هتتم ليه كده؟ اه، معرفش، يعني هي دي مشكلة يمكن عاملة لي أزمة. يعني لا، حتى معلش قولي لي بقى من الاول، يعني انت دلوقتي بتعملي العمل او بتعملي الفعل وبتهيئي نفسك انه مش هيحصل؟ او مجرد مثلا تفكير، ببقى عايزة اعمل اساعد بنيتي اللي انا عايزة اساعد، بس هل اللي انا مثلا او اعمل الحاجة، هل ممكن في حاجات ساعات بتمنعني اصلا انا امنع نفسي ان انا اكمل فيها، لو مجرد تخيل لا مش هتكمل، لا مش هتبقى تمام. طب آه وليه بيجيلك الاحساس ده؟ يعني هل في سبب بيحصل يديكي ايحاء ان هو الموضوع مش هيكمل، او الموضوع مش هيخلص؟ مش عارفة، بس ممكن عشان خاطر مثلا ببقى في كذا حاجة كنت ببقى مختاراها او نيتي في ببقى عايزاها ولاقيها ما حصلتش، فبحس ان بقيس ده كله يعني. شوفي انا هقولك على حاجه. مم. احنا في موضوع انك انت تكوني حاسه بانه باليأس، او حاسه ان ممكن يبقى في انه مفيش حاجه هتكمل، دي حاله بتيجي للناس كلها. بس هي الحقيقه انه بنسبه كبيره جدا احنا اللي بنسبب لنفسنا الحظ السيء، واحنا اللي بنسبب لنفسنا الاخفاق. لانه انا كنت دايما بقول وبعيد الكلام ده دايما، احنا عندنا عقل باطن ما بيسمعش غير كلامنا احنا. فنبدأ نعمل الشيء، وعلى فكرة ده سبب من أسباب فشل ناس كتير جدا في حياتهم، في مهنيا وفي العلاقات وفي حاجات كتير قوي. نبدأ الشيء، ولكن يجي هاجس داخلي، لا الموضوع مش هيكمل، لا أنا مش هعرف أكمله، لا والله أنا مش هقدر أستمر، لا أنا مش هعرف. تمام. فالكلمة دي أنت بتقوليها لنفسك، فتبدأ تدخل في العقل الباطن، وتبدأ تدخل كده في خلاط، تتخلط بالافعال كلها، يطلع ناتج من العقل الباطن انه بقول لك ايه، حديث داخلي بقى بحت. على فكره انت مش هتعرفي تكملي، على فكره العلاقه دي هتفشل. طيب ايه التاثير بتاع ده؟ التاثير بتاع ده انك موضوع بسيط جدا، العقل الباطن متحكم في جزء كبير جدا من افعالك دون ان تدري. يعني انا كنت قلت قبل كده انه 95% من الافعال اللي بتتم من العقل الباطن في خلال اليوم يعني. فتلاقي انه بدأت فكرة ان انا هفشل او مش هقدر انجح، بدأت غصب عنك تأثر على افعالك دون ان تدري. يعني البني ادم وهو بيعمل العمل غصب عنه في افعال بديهية بتحصل منه. لو انا مبرمج احساسي على اني انا ممكن افشل، واحد داخل سباق، ودي تجربة عملوها، سباق جري، الراجل اللي داخل السباق ده قالوا له، والقصة دي يمكن تفهمك الموضوع، قالوا له انت داخل معاك اقوى واحد في العالم في الجري، ومفيش حد حطم الرقم القياسي بتاعه، هو بيدخل في اي سباق يكسبه سليم، فصعب قوي انك تكسب، اجتهد بس صعب قوي انك تكسب. وبدأ السباق وفعلا ما نجحش، والراجل ده تخطاه، مع انه لا كان هو اول واحد في العالم، ولا كان ليه قبل كده قياسات محدش حطمها ولا الكلام ده كله، ده هو واحد كان عادي. ولكن ده التأثير بتاع اني انا اغرس فيكي
فكرة في العقل الباطن يصدقها. فجم العلماء يبصوا على هذه التجربة، لقوا ان الراجل لما صدق الفكرة اثرت على الحركة بتاعته، اثرت على الجرية بتاعته، اثرت على انه نفسه كان اطول قد ايه، اثرت على انه لما المسافة طولت قال لك كده كده بينه وبين نفسه، قال لك كده كده انا هو الراجل كده كده اصلا هيكسبني، فاهمة؟ طيب عادوا التجربة مع واحد تاني وقالوا له انت تقدر تهزم كل اللي حواليك، لان كل اللي حواليك اقل منك، كل اللي حواليك ما عملوش قياسات زيك، وانت امكانياتك اللي احنا قسناها لانها اعلى من كل اللي حواليك. وحفزوه شويه وقالوا له انك تقدر تعمل ده، وبدا السباق. كان ده النتيجه بتاعته، انه اثر على ادائه، وبعد ما خلاص كان تعب وجري طلع طاقه زياده علشان يوصل يعني للاحساس اللي جواه اللي بيقول انت تقدر تعمل كده. فده تأثير العقل الباطن علينا. فاحنا بنقول لنفسنا ايه وبيكون نتيجته ان احنا بنصدق المعتقد، بيدخل جوانا ونصدقه، ومن هنا العلاقة دي هتفشل. فابدأ انا في غصب عني في معاملاتي في العلاقة اعمل حساب انها كده كده بايظة. فيجي الموقف حاجات بديهية بقى انت مش هتقفي قدامها وتقولي ايه ده انا عملت كده ليه، لا، هتلاقي نفسك الموقف ده عملتي لقطة مش لطيفة، اللي بعديها عملتي، فبدأت فعلا تبوظ العلاقة. هي مش عشان انت كنتي حاسة من البداية، لا، علشان انت جهزتي نفسك الى انه انا مش هكمل، انا هفشل. فده هاجس سيء جدا، وانا بشوف انه من اهم اسبابه هو الشيطان اللي يتمنى انك ما تنجحيش في حاجة، فيديك الفكرة بقولك ايه انت مش تنجحي، الموضوع ده مش هيكمل. فوجهة نظري انك لازم في اي عمل في المستقبل تقول يا رب انا نيتي فيه خالصة ليك، يا رب اديني القدرة لاني انا اقدر اعمل. تمام. انا شكرا جدا على مداخلتك، ويعني حضرتك اكيد ربنا يخليك يا رب، واتمنى ان شاء الله يعني تفضلي سمعانا وتكلمينا تاني ان شاء الله. ميرسي، اشكرك، مع السلامة. رجوعا للنية، من الامور اللي خلتني اعيد حساباتي انه، وحاجة يعني بصراحة بدأت تخليني افكر من جديد، انا قلت انه ازاي الانسان يكون بيعمل عمل طيب ويحاسب عليه حساب غير كده. لقيت انه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه في ناس هتقابل ربنا عملت اعمال كويسة جدا، لدرجة انه النبي قال انه الناس دي اول من يقضى في امرهم يوم القيامة. فيدخل البني ادم لربنا علشان يحاسبه، فربنا يعرفه النعمة اللي كانت عنده في الدنيا ويسأله عملت ايه في النعمة دي؟ فيرد عليه واحد يقول له يا رب انا حاربت واستشهدت في سبيلك. شوف لدرجة ايه انه ده يعني واحد استشهد في سبيل الله، حارب في سبيل الله واستشهد في سبيل الله. فيعني فيرد ربنا يقول له انك كذبت، انت حاربت لكي يقال انك جريء وانك شجاع، وقد قيل. تخيل يعني هو الراجل حارب واستشهد والموضوع واضح جدا، ده ضحى بحياته، ولكن قدام ربنا قال له لا، دي ما كانتش نيتك، انت حاربت لكي يقال انك جريء، او ان انت شجاع، او ان انت بتفدي نفسك علشان دينك وعشان واتقال فعلا، فيؤخذ الى النار. انت متخيل؟ يعني يكون الانسان نيته تغير تماما نتيجة عمله، وواحد تاني يقول له يا رب تعلمت القرآن وعلمته. يعني الراجل فنى عمره في انه تعلم القرآن وعلمه، فيقول له ربنا كذبت، انت اردت ان يقال ان فلان عالم وفلان قارئ للقرآن وفلان معلم للقرآن وقد قيل، فيؤخذ الى النار.
ايه المعقولة؟ واحد تاني يجي لربنا، يا رب انا كان معايا فلوس كتيرة فانفقت في سبيلك يا رب، انا كل ما كان يجي لي فلوس كنت انفق في سبيلك يا رب، انا كل اللي انا كنت عايزه مفيش سبيل يعني لقيت ممكن انفق فيه فلوسي الا وانفقت علشانك يا رب لله. قال له كذبت، انت انفقت لكي يقال انك جواد وانك كريم وانك انت بتجود على الناس، وقد قيل خدت حقك، انت نيتك ما كانتش صادقه فيؤخذ الى النار. الحديث ده رعبني، خلاني اعيد حساباتي من جديد. ازاي الناس دي اللي ممكن يكونوا عملوا اعمال واضح جدا انها اعمال طيبه ولكن اجرها عكس ما انا اتوقع، ومنها عرفت ازاي العمل يبقى ظاهر يبقى ظاهر انه لله، لكن في الباطن داخل فيه حاجه داخليه، انا عايز امجد نفسي، انا عايز ابقى كويس، انا عايز ابقى وخلاني حتى في شغلانتي اقول يا لهوي، طب ده انا ممكن تبقى نيتي مش لله، طب ده انا ممكن نيتي تبقى ان انا عايز ابقى مشهور او عايز يتقال عني كده او فخلاني اخاف. ولكن لما دورت لقيت انه في حاجة مهمة جدا وغالية جدا، هي انه الامر ده لا يعلمه احد الا انت، فانت اللي تقدر تحكم عليه. وعشان كده يقال انه نية الانسان ابلغ من عمله، يعني نية الانسان تبلغه توصله اكتر من عمله، لانه العمل ممكن يكون تيجي انت تكون عايز تعمل حاجة يتخللها امور كتيرة، انما نيتك لو صادقة لربنا تاخد الاجر كامل. وعشان كده اقابل ناس يقول لي بس انا لو ربنا يديني ده انا هعمل خير، يا سلام، انا نفسي ابني مدرسة للاطفال، وانا نفسي اعمل مستشفى، ويكون صادق وهو بيقول لي يا رب بس لو تديني. فهقول له طيب انت ايه اللي مزعلك؟ يقول لي انا زعلان ان انا مش قادر اعمل ده، يعني يديني بس ربنا عشان اقدر اعمله. اقول له انت مالك، انت مالك، نيتك صادقه ولا مش صادقه؟ يقول لي صادقه، ربنا عالم باللي جوايا، انا نيتي صادقه. اقول له انت مالك، ما لو نيتك صادقه هتاخد عليها الاجر كامل، اذا ربنا شاف صدق نيتك حتى لو ما ادكش عشان تعملها، لانه لعل ان اللي عمل الموضوع ده دخلت في نيته امور اخرى تخللت، خلت الموضوع ما يبقاش صافي، ما يبقاش يعني مخلص فيه. وده اللي بيخلي من المؤثر بقى على راحتك النفسية، هو انه يوميا انت بتعمل حاجات كتيرة جدا ولكن انت بتاخدش بالك بقى ايه موضوع النية ده. لكن تخيل ان كل افعالك اليومية ممكن يبقى الهدف منها او النية بتاعتها لما تترتب وتحضرها جواك تغير احاسيسك كلها. يعني بني ادم بينزل يروح شغله كل يوم، ودوشة الحياة انا بشتغل علشان اجيب فلوس عشان اسرتي وعشان طب انت تعرف انه النية دي جهاد في سبيل ربنا؟ انت تعرف ان شغلانتك اللي انت شغال عليها دي لو انت كنت سواق تاكسي، سواق ميكروباص، لو عامل، لو وزير، لو غفير، ايا كانت شغلانتك ايه، انك اذا قاصد بيها مال حلال وبتبتغي يا رب انا بعمل كده علشانك، انا عايز اخد مرتب علشان اعيش في حلال، انت بتعمل حاجة، انت بتعمل عبادة، وعبادة غالية جدا. فاستحضارك للنية بتخليك تحس ان انت يا رب الحمد لله، انا طريقي اللي انا ماشي فيه انا عارف انا بعمل ايه، انا عارف انا رايح فين، بدل ما الطريق يبقى مغيم كده، رايح تودي ولادك مش عارف الدرس بتاعهم، رايح تعمل مش عارف ايه، رايح توصل الحاجات، الامور البسيطة خلال يومك. فكر كده هتلاقي انه لو حضرت نيتك فيها
تتحول لعبادة، ويبقى شيء غالي جدا يندرج تحت انك انت بتعمل طاعة لربنا وبتعمل عبادة لربنا. هناخد فاصل ونرجع تاني في رحلة سلام. احنا معانا تليفون. انا ببقى عايز اخد كل المكالمات بس قدر الامكان باخد، بس مش ببقى عايز اخرج عن سياق الحلقة. فمعانا تليفون. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك يا دكتور؟ ربنا يخليكي، اهلا بيكي. لعلك بخير. يا رب ان شاء الله، الحمد لله، اشكرك. عندي سؤال كده حابه استفسر عنه يعني. ايوه، انت عارفه موضوع الحلقه طبعا. اكيد. تمام، اتفضلي. انما الاعمال بالنيات، الحديث الجميل ده. ايوه تمام. انا ببقى طبعا براعي طبعا نيتي في حاجات كتير بعملها. سليم. تمام. وباخد ده طبعا في اعتباري كتير قوي، لكن ممكن اتحط في موقف يتفسر للي قدامي ان هو نيتي وحشة، او هو فسرها كده يعني هو بيفسرها بشكل غير اللي انت القصد الحقيقي ليكي. خالص. بصراحة انا بتفاجئ ده اولا. ايوه. وعليا ان انا اوضح واقول انا كان قصدي ايه بالظبط، او انا لا مش قصدي ده خالص، وبقول كل اللي عليا، فبلاقي جملة غريبة جدا يعني بتتعبني قوي. اللي هو لا انا مش ربنا عشان اعاملك بنيتك، انا ليا اللي حصل. طب انا برضو اللي حصل انا مش قصدي ده، انا كان قصدي 1 2 3. فمش ببقى عارفه ارد، وبحس ان انا فعلا ساعات بحس ان انا حد وحش. طب ليه تتحط في الموقف ده؟ شوفي، هو طبعا الرد يمكن او الكلام ممكن يبقى قاسي شويه، لكن القصد منه انا هقول لك القصد ايه. احنا في افعالنا، انا في بدايه كلامي كنت بقول انه الافعال في النيه منقسمه ل4 افعال: فعل طيب بنيه طيبه، فعل سيء بنيه طيبه، فعل سيء بنيه سيئه، فعل سيء بنيه طيبه. لا، فعل سيء بنيه سيئه وفعل سيء بنيه طيبه. طيب، معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه احيانا النيه تبقى طيبه والفعل يبقى غير طيب، او النيه تبقى طيبه والفعل ما يبانش ان هو كويس. تمام. طيب، في الحاله دي اللي قدامك يعني هيعرف نيتك منين؟ طيب، المفترض او انا طالما نيتي سليمه اعمل ايه مع الناس؟ ما انا نيتي سليمه. هقول لك انه النيه امر يخصك انت وربنا. اللي مسؤول عنه في فعلك مع الناس هو المعامله، هو الاسلوب. لانه انا ممكن يعني الدبه اللي قتلت صاحبها كانت نيتها خير، صح. علشان كده هو الكلام يمكن قاسي شويه ولكنه سليم. احنا محتاجين نظهر القصد بتاعنا واسلوبنا يعني دايما انا بيجيلي نقد من ناس كتيره، لكن احيانا النقد ده يبقى مؤذي. احيانا النقد ده هو اللي بيقول قاصد انه يفيدني، ولكن لا انت مش عارف ايه. لا، الام اللي بتقول لابنها انت فاشل بتبقى قصدها انه عايزاه ينجح، صح؟ ولكن الاسلوب مهم جدا. علشان كده ان كان اللي بيقولك ده بيقولك انا مليش غير اللي ظاهر، فهو حقيقي ملوش غير اللي ظاهر. وفي ناس كتيرة قوي بتروح في اسلوب الكلام، وبتروح الناس بتاخد عليها ان نيتها سيئة وهم بيكونوا نيتهم طيبة، لكن طريقتهم. عشان كده اللي انت مسؤول عنه معاملاتك مع الناس، طريقتك. هتقولي شيء يعني، حتى يعني النبي كان يقول لك ان الحقيقة مرة فاستعينوا عليها بحسن البيان. يعني الحقيقة نفسها مرة. انت ينفع تروح لواحد ما عندوش شعر وتقول له انت اقرع؟ ما انت كده انت كده اذيته، مع انه ممكن تقول لا انا اصلا اللي في قلبي على لساني. غلط، ده كلام مش صح. حتى الحقيقة لو ما اخدتش اسلوب مستحسن، اسلوب طيب في انها تلقى، انا ممكن اذيك بيها. فتاخدي بالك من اسلوبك، لانه الاسلوب هو اهم شيء في معاملاتك. طيب هتقولي لي نيتي، هقول لك نيتك تحاسبي عليها بينك وبين ربنا. اما الناس لن تاخذ نيتك في الاعتبار اذا كان فعلك سيء.
طيب الاسلوب واضح، اوكي ماشي، احسنه او اخد بالي منه، او ان كان لطيف اخليه الطف. انما الفعل، يعني انا عملت فعل دلوقتي نيتي فيه كذا، واللي قدامي لا شايف انه لا، ان هو اداه. طب انا مش قصدي اذيك. شوفي انا هقول لك على حاجه. الناس في حياتنا نوعين، ناس عايزين يفهمونا غلط، وناس بيحاولوا يفهمونا صح. ايوه. فما تجتهديش، انت بتعملي اللي عليكي، ولكن في بعض الناس مهما حاولتي تحسني مش بس النية، الفعل هو سيء الظن فيكي. تمام. في هذه الحالة ما تجتهديش وتتعبي نفسك في انك تظهري فعلك قدامه انه هو لا، انت تعملي اللي عليكي، ودايما بتاخدي الاحتياط في انه فعلك يظهر بالمظهر الكويس. ولكن هو سيء الظن فيا طول الوقت. في الوقت ده انت مهما حاولت برضه يقولك اصل انت لما جيت كنت قاصد فلان يشوفك علشان لما يشوفك يقول عليك يا لهوي يا عم انا ما كنتش قصدي كل الكلام ده. وبيحصل. فبالتالي انت هتدخلي نفسك في صراعات من الممكن تكون فعلا ما كانتش على بالك. لانه لما البني ادم بيحب يتصيد لبني ادم يقول لك والله انت قلت لي كده بس كنت عينك جايه على اليمين شويه فكنت قاصد تتريق مثلا. احنا فعلا بنستغرب انه في ناس لا من اقل حاجه بتشوفنا كويسين جدا جدا جدا، وفي ناس بنبقى فعلا احنا يعني باذلين الجهد كله لا وبنبان سيئين. طب ليه؟ طب انا نفس الشخص. بالظبط يعني كده. نفس الشخص بالظبط كده. فحاولي انت نفسك لو عملتي فلتر كده تفهمي الناس اللي حواليكي، هتبداي تعرفي البني ادم اللي لو عملتي فيه الشيء الشر يقول لك انا لا انت اكيد نيتك كانت خير. يعني شوف يفهم ويتاكد من النيه حتى بالفعل السيء من ثقته فيكي، يقول لك انا عارف ان انت اكيد نيتك كانت خير بس الموضوع انت ما عملتيهوش بشكل مش عارف ايه. ودول الناس اللي يستحقوا ان هم يكونوا اصحابنا، يستحقوا ان هم ان احنا نقرب منهم. اللي ما بنتعبش قوي في ان احنا نظهر نوايانا معاهم. هو الراجل الفعل البسيط هو هيفهمه على طول، هيفهم ان انت عارف نيتي. لكن واحد شايف دايما نيتي انها مش طيبه، خلاص انا مهما اجتهدت. لكن اللي عليكي هو محاولتك انك تكوني في الكلام اسلوبك طيب، وما تاخديش ما تفتكريش انه علشان نيتك سليمه فعلك لازم يبقى سليم. بس تمام. انا اتشرفت جدا جدا بيكي، وان شاء الله استناكي. حابه اشكر حضرتك واعتذر لك على صوتي لان انا تعبانه شويه. ابدا، الف سلامه. واحب اشكر حضرتك كتير جدا. البرنامج ده بصراحه كان نفسي فيه من زمان، يعني الحمد لله. او الاسئله وتردوا علينا او نشوف حضرتك برضو ونسمع صوتك بصفه مستمره وكده. بجد شكرا وربنا يبارك لك يا رب. كتر خيرك، اشكرك، ميرسي جدا، ميرسي، اشكرك. يعني هو الموضوع حقيقي، السؤال اللي اتسأل ده هو اللي انا يمكن كنت هوصل له دلوقتي. هو الفكرة في انه سؤال دايما بتسأله، انا اللي في قلبي على لساني، انا يا اخي ما بعرفش اخبي، يعني اقول للعمى انت اعمى في عينه. ايه ده؟ في البداية انا كمان كنت بقول كده، لكن اكتشفت انه ده اكبر غلط. هتقولي ازاي؟ هو انت مش بتقول ان الاصل هي النية؟ انا نيتي انا واثق منها. اقول له حتى لو نيتك سليمة، فالنية السليمة لا تحول العمل الفاسد الى صالح. ركز كده في الكلمة، النية السليمة لا تحول العمل الفاسد الى صالح. هتقولي ايه ده يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك انه اخد مثال بسيط جدا. الاب اللي بيضرب عياله علشان يخليهم يذاكروا، انا عايز الولد يطلع كويس جدا، طب انا بتعصب عليه انا بضربه. النية السليمة لا تمنع ان يكون الفعل سيء والانسان يتحاسب عليه. لان اذا كنت انت نيتك بينك وبين ربنا واضحة، انا اللي في قلبي على لساني، بس انت ممكن تأذي حد وانت نيتك سليمة. انت ممكن تخلي بني ادم ما ينامش طول الليل يقعد يعيط من كلمة قلتها علشان نيتك سليمة. فإذا كان النية سليمة لا تنفي إنك لازم تاخد بالك بتقول إيه، وما تقوليش اللي في قلبي على لساني، لأنه اللي في قلبك جايز يطلع غلط. وحتى لو كان اللي في قلبك سليم فما تجرحش بيه حد،
فانت مسؤول عن انت بتقول ايه وبتعمل ايه. وببساطة كده، ان كانت النية هي القصد او هي الغاية، فالغاية لا تبرر الوسيلة. وهشرح هذه الكلمة بعد الفاصل، انتظروني في رحلة سلام. الغاية تبرر الوسيلة من أشهر الكلمات اللي سمعناها، والحقيقة إنها أكبر غلط. الغاية لا تبرر الوسيلة. هتقولي إيه ده؟ إزاي؟ هقولك إطلاق الكلمة هيخلينا نعمل أي شيء علشان نيتنا سليمة فيه. يجي واحد يقولك بقولك إيه، أنا نفسي أعمل جامع، أنا هسرق. الله يا ابن الحلال، هتسرق ازاي؟ يقولك ما النية سليمة، الغاية سليمة، الوسيلة بقى ما تسألنيش في الوسيلة لأن الغاية سليمة. لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، لأنه إذا كانت الغاية كويسة لازم كمان الوسيلة تبقى كويسة. إذا كانت الغاية طيبة فلازم الوسيلة كمان تبقى طيبة، لأنه الإنسان مسؤول عن إيه؟ يعني تعالى بص، الإنسان في حياته مسؤول عن إيه وهيتحاسب عن إيه. احنا عندنا قاعدة بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هتقولي طب ما هو أنا الغاية بتاعتي، هقولك الغاية دي الهدف، الغاية دي النتيجة. انت هتسأل قدام ربنا عن ايه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ما هو السعي؟ هل هو الغاية ولا الوسيلة؟ إذا كان الغاية هي الهدف فالسعي ليس الهدف، السعي هو الوسيلة للهدف. لأن أنت ممكن تكون عايز تعمل عمل فربنا ما يديكش العمر إنك تعمله وفي نصه حياتك تنقضي. خدنا من العمل إيه بقى؟ الطريق بس، المسعى بس. وعشان كده إن كان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، طيب إيه اللي هيتشاف يا رب؟ وأن سعيه سوف يرى. ليست النتيجة، السعي اللي هيتشاف. وبعدين يا رب ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كلمة يجزاه ليست على النتيجة، كلمة يجزاه على السعي، يجزى على سعيه. علشان كده اللي انت مسؤول عنه في حياتك، ان كان نيتك سليمة لكنك مسؤول اولا عن النية، ثانيا عن الفعل. وهتقولي انه انا فعلي قدر الامكان بيبقى طيب ولكني انا مش بسيطر على فعلي، لان انا اقولك لا، في امور في الدنيا مهما بلغ حسن نيتك فيها ممكن تسيء للناس وممكن المسعى بتاعك يبقى وحش. ولانه ربنا بيمتحننا في حياتنا، انه جابنا كلنا في حتة واحدة في الارض دي علشان نتعامل مع بعض ويختبرنا في بعض، ويجيب بعض الناس الظلمة ويجيب بعض الناس المظلومة ويجيب بعض الناس اللي بتفتري على الناس ويجيب بعض الناس ويضيقها على ناس ويوسعها على ناس. فالمسؤولية هنا واللي انت مسؤول عنه اولا النية والغاية، ثانيا الاسلوب والمعاملات. فاذا كنت نيتك سليمة لازم معاملاتك تبقى سليمة. وفي امر تاني، انه النية، انا قلت في بداية الحلقة انه النية هي سبب من اسباب راحة الانسان النفسية. لانه ان كان واحد بيبدأ في اي موضوع وعنده حالة من اليأس، عنده حالة من الأسى، ان هو انا مش هعرف، انا مش هنجح، وناس كتيرة جدا بقابلها بالحالة دي. تغييره للنية الى انه انا ما يهمنيش اني انجح ولا لا، انا هذاكر. انا ما يهمنيش المشروع ينجح ولا لا. ودي على فكرة حاجة مهمة جدا لكل الناس يا جماعة. في مسعاك، في فعلك، في اي شيء انت بتعمله، اوعى يبقى هدفك فيه
انك توصل للهدف بس. اوعى يبقى هدفك انا لازم اوصل للهدف. انت تدرى ايه عن مستقبلك؟ انت معلوماتك ربنا ضيقها حتى ما تشوفش 10 ثواني قدام. يعني افضل واحد في هذه الدنيا واحسن واحد واتقى واحد واغنى واحد وافضل واحد في هذه الدنيا لا يضمن عمره ساعة. طب ايه القصد يا رب من ان احنا نجهل دقيقة في المستقبل؟ لان اكيد ليها حكمة. ايه الحكمة في ان محدش يعرف اي حاجة في المستقبل؟ انك انت تعمل العمل حتى وان كان لا تدرك نتيجته. ووقفت قدام حديث غير لي مفاهيم كتير، لان انا باخد يعني انا بشوف الاحاديث من ناحية التأثير النفسي على الانسان لانه مجالي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا جت الساعة وهتقوم القيامة بتقوم وفي يد احد من الناس فسيلة، يعني زرعة صغيرة، فليغرسها في الارض. ايه ده؟ القيامة بتقوم، الشمس هتطلع من المغرب مش هتطلع من المشرق، والدنيا مقلوبة والناس خلاص، والارض مش هيبقى في ارض تاني. زرعة اغرزها في الارض ليه؟ لانه ببساطة انت مالك بالمستقبل، انت مالك بالنتيجة. انت في فعلك حط قدام عينيك انه مسؤوليتي انا عمل الفعل. وانت بتبدأ مشروعك انت مالكش دعوة ايه النتيجة. طب انا في المشروع ده لازم ابنيه على النتيجة علشان خاطر اقدر يبقى عندي الباشن او يبقى عندي الشغف اني اكمله. هقول لك انه في مقولة مهمة جدا، انه اعمل في حياتك كأنك تعيش ابدا. يعني انت تشتغل على اعتبار انك هتعيش 1000 سنة في الارض. تحاول تبني وتعمر وتحاول توسع في مش عارف ايه، وعندك مشروع تاني هتنجح فيه اعمله، وتالت هتعمله، كأنك عايش 1000 سنة. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني انت في دماغك حاطط جزئين، انا يا رب انا بشتغل ما اعرفش في ايه بعد ساعة، ولكن انا بعمل علشان لو انا عشت اوصل للنتيجة. لو طيب انا ما عشتش، ابقى اسمي قدامك يا رب عملت. ودي ازمة بيقع فيها ناس كتيرة جدا. يجي لي واحد مكتئب، انا عملت كل اللي اقدر عليه ودفعت في عيالي كتير جدا وحاولت اربيهم واهتميت بيهم والواد طالع فاشل. طب ايه اللي مزعلك؟ انا كل تعبي راح على الارض، انا ابني مش عايز يسمع، ابني طالع وحش، انا تعبانه. انت مالك بابنك؟ هو انت كنت بتربي لاجل النتيجه اللي ابنك هيوصل لها؟ يبقى محتمل انك انت تفشل. اوعى تكون فاهم انك انت بتربي على حتميه انه يطلع كويس. ابدا، انت بتربي ولما يجي لك ابنك تقول له كده يا حبيبي انا مش بربيك عشان لازم تطلع كويس. كونك كويس او مش كويس حاجة ما بينك وما بين ربنا، انت تختارها. ده طريقك ونيتك واخرتك اللي انت هتحددها بنفسك. انا تربيتي راحت فين؟ تربيتي ما راحتش. تربيتي انا عملت، عشان لما تسأل قدام ربنا ابقى عملت اللي عليا تجاهك، ابقى ما قصرتش على شيء او ما قصرتش في شيء كان المفروض ان انا اعمله وانا مسؤول عن كده. وان ليس للانسان الا ما سعى. فانا سعي في تربيتك يا ابني ما كانتش عشان لازم تطلع كويس. انا لو تعاد بيا الامر هربيك احسن تربية تاني حتى وانا عارف انك هتطلع فاشل. فيوم ما تزعل انه ابنك طالع مش كويس ما تزعلش، ازعل على نفسك لو كنت قصرت معاه. ازعل على نفسك لو انت كان في ايدك تخليه كويس واهملته، لانك ساعتها هتسأل، تقف قدام ربنا يقولك عملت ايه في ابنك، مش هو ابنك ليه طالع فاشل. مش هتتسأل، عمرك ما تتسأل كده، لانه هو اللي هيتسأل كده. انما انت هتتسأل انت كان تقدر ان انت تربيه كويس وانت اهملت، او انت كان ممكن ان انت تساعدي في تربيته وانت اهملتيه علشان خاطر شغلك ولا عشان خاطر مش عارف ايه ولا عشان خاطر مش عارف ايه.
دي مسؤولية الإنسان، مش النتيجة لكن الفعل. هناخد فاصل ونرجع تاني في رحلة سلام. النية هي الأساس في كل حاجة، والحقيقة إنه أنا بقول ده لأن أنا لقيت إنه كتير جدا من الناس من أسباب تعبها في الدنيا إنه الناس مش فاهمة نيتها ومش قادرة توضح نيتها. ودايما بقول لا تجتهد في إنه تظهر نيتك، ولكن اجتهد في أن تحسن معاملاتك. وهقول لك على مثال بسيط جدا يوضح لك قصدي. لما أراد الله عز وجل يرسل سيدنا موسى وأخوه إلى فرعون، والله عز وجل عارف إن فرعون مش بس كافر ولكنه بيدعي الألوهية، فهو يعني من أشد الكافرين في الدنيا. وسيدنا موسى نبي الله اللي هو يعني من أغلى الناس على الأرض، أراد ربنا إن يرسله لفرعون. فخدت بالك بقى في الآية إنه ربنا بيقول له فقولا له قولا لينا. إيه ده؟ ده أنا رايح لواحد أصلا مش بس بيقول إن مفيش ربنا، ده بيقول أنا ربنا. تقول لي يا رب فقولا له قولا لينا، إزاي أنا أتكلم معاه باللين؟ لكن الكلمة دي فيها درس لو قعدنا 10 سنين ما نوصفوش. نية سيدنا موسى كلنا عارفينها، رسالة ربنا، ولكن الله عز وجل حتى وهو يعلم السرائر ويعلم النوايا أمر سيدنا موسى وهو رايح لفرعون إنه يستخدم كلام لين علشان ربنا. وليه يا رب حطيت هذه الآية في كتابك؟ علشان توصل لنا، علشان نتعلم احنا إنه حتى وإن كانت نيتنا سليمة، انت بتقول ايه للناس؟ انت بتتكلم ازاي ومع مين؟ هتقول لي انا بتعامل كويس مع اللي يستحق ومش هتعامل كويس مع اللي ما يستحقش. هقول لك هو فرعون كان يستحق؟ ده انت لو بس ركزت شويه تلاقيه مات كافر. يعني مش مثلا احنا بنعمل كده مع واحد النتيجه كانت ان هو الحمد لله سمع الكلام، ابدا ابدا. طب هو مين اللي كان عارف انه هيموت كافر؟ ربنا. ومع ذلك لما ارسل ليه سيدنا موسى قال له فقول له قولا لينا، يعني استخدم كلام طيب. طب ما انا رايح بالحق يا رب، انا رايح اقول له الحق واقول له ان انت على غلط. قال له حتى اسلوبك، يعني حتى اسلوبك لازم يبقى لين مع الكويس واللي مش كويس مهما كانت نيتك. فالفعل ده او الكلمة دي تعلمك انه ايا كانت نوايانا، لانها زي ما سيدنا موسى وهو رايح كان نيته واضحة جدا، لكنه لا يعني انك تستخدم اي كلام، انك تقول براحتك، انك اللي في قلبك على لسانك وتطلعه ما يهمكش تقوله باي وسيلة. البلاغة في الكلام انك تاخد بالك من احاسيس اللي قدامك، انك تاخد بالك من معاملتك مع الشخص اللي قدامك مهما كان هو ايه وبيمثل ايه وبيعمل ايه. لانه ناس كتيرة جدا تتعامل مع السيء بطريقة سيئة عشان هو ما يستاهلش الا كده. ابدا. اول ما يحصل قدامك الموقف ده افتكر قصة فرعون اللي كان كافر ومات كافر، لم يؤمن بالله. فيا رب لما يا رب انت عارف مستقبله وعارف مصيره، تقول للنبي، تقول لسيدنا موسى انه يتكلم معاه كلام لين. ليه؟ لانه القاعدة ان انت مالكش دعوة باللي قدامك، انت ليك دعوة بنفسك، وهتسأل عن اللي انت قلته واللي انت عملته، مش هتسأل عن النتيجة او عن هو
عمل ايه، ولا هو نيته ايه، ولا هو انسان طيب ولا مش طيب. فايا كان معاملاتك ايه مع مين، لازم انك تتعامل باحترام وتتعامل. يعني انا اتذكر ان كان فيه ليا جار دايما واحنا صغيرين واقفين بقى تحت في الشارع، ينزل يروح يصلي ولكنه مكشر جدا. فاستغربت، يعني انا اظن انه مكشر على طول، مكشر وما شاء الله الصلوات كلها بينزلها. فبقيت محتار، يا جماعه هو مش المفترض انه هو يعني يمكن هو متضايق مننا عشان احنا اطفال وبنقف تحت وبنلعب، كنا بنلعب مع بعض ومش عارف ايه تحت البيت. فلقيت انه لا، انه لازم انت تتعامل، مش تتعامل علشان اللي قدامك لعله انه كان بالنسبه له احنا مضايقينه او احنا مش عارف ايه، ولكن انت بتتعامل بنفسك، انت بتتعامل باخلاقك، بتتعامل بصفاتك مع الكبير والصغير. زي لما تلاقي بني ادم بيتودد وبيتعامل باحترام مع الناس ذات شأن، ويجي على الناس العمالة او الناس البسطاء ويتعامل بتعالي معاهم. فيخليني انا قاعد اقول يعني يا عم ده بني ادم، انت لو عرفت ربنا جابه الدنيا ليه انت هتقف انتباه قدامه. ده اعظم مخلوق في الدنيا ايا كان هو مين. وعلشان كده ان كانت النية طيبة فلا يكفي وما يخليش طريقتك ومعاملاتك تبقى على راحتك. لا، طريقتك ومعاملاتك لازم تحترم فيها انه الانسان اللي قدامك يوصل له مش نيتك، ولكن يوصل له طريقة لا تؤذيه. وهو ده اللي انت مسؤول عنه، انك تاخد بالك في كل همسة بتعملها في حياتك، تاخد بالك في الجد وفي الهزار وفي الضحك وفي اللعب وفي كل حاجة، انك ما تأذيش حد علشان انت صادق النية وعشان انت عايز الخير. لا، تاخد بالك انت بتقول ايه، وتاخد بالك انت بتعمل ايه، وتاخد بالك من تأثير افعالك على الناس اللي حواليك، وتخلي نيتك صادقة طول عمرك في انه وان كان النية شيء لا يعلمه غير انا وربنا، لكن انا هكون صادق فيه في كل فعل في حياتي. وتكون النية هي الباعث الى اني ما اذيش حد، لانه نيتي سليمة، فاحسن من فعلي علشان تظهر نيتي للي قدامي سليمة واحاسب عليها سليم. انا اتشرفت جدا جدا بوجودي معاكم النهاردة، والى اللقاء ان شاء الله في حلقة جديدة من رحلة سلام. واتمنى انه يجدد لنا ربنا اللقاء، علشان انا بحب جدا جدا اكون معاكم. شكرا، سلام عليكم.